لسه شايف بوست لواحد مسيحي مصري بيقول احنا يا جماعه بنحتفل يوم 25 31 و7 يناير عشان الثلاث آلهة بتوعنا. دخل بعدها بعض المسلمين على البوست وهاتك يا نكت وسف وتريقه، فبدا مجموعه من المسيحيين يردوا بنكت وسف وتريقه برضه. هوب مستوى التريقه عالي من الناحيتين، هوب قله ادب، هوب خناقه بابشع واحط الالفاظ. وهنا انا حابب اوضح توضيح للمسيحيين. شفت اللي دخلوا يكتبوا نكت ويتريقوا اللي هو حاجه قمه قله الادب دول؟ اهو هم دول بقى اغلبهم اللي تلاقيهم اول ناس ما عندهمش اي مشكله يقولوا لك كل سنه وانت طيب، مش عشان هم كويسين وبيحبوك، لا. بص يا ريس، في حياتك في مصر او حتى بره هتقابل نوعين من المسلمين، نوع فاهم دينه والنوع التاني الدين بالنسبه له اتيكيت مش اكتر، والاتيكيت ده كل واحد وذوقه بقى، انت فاهم. طب واتيكيت ده ما عندوش مشكله انه يهنيك ويطبل لك ويزمر لك كمان، هي التهاني بفلوس، مش عشان بيحبك، لا عشان هو مبسوط وبيحتفل بجد فجاي في اي هيصه. وبالليل نفس ذات الشخص ده هتلاقيه راجع يكتب نكت ويقول لك 3 في 1. المهم انك كمسيحي لو حاولت تفهم النوع ده هتتعب، لان احنا اساسا كمسلمين مش فاهمين اللي احنا كمسلمين فاهمينه. الايه اللي في المصحف اللي بتقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما ينفعش ادخل اتريق ونكت واسف عليك، ده عندنا في الدين مش مسموح بيه. وما ينفعش في نفس الوقت اهنيك وهيص معاك، وهقول لك ليه. رغم ان ايات كتير جدا في المصحف بتتكلم عن المسيحيين تحديدا بشكل كويس جدا، بس انا معلش برضو مش عايزك تفهم الايه دي ان المسيحيين بالنسبه لنا كلهم نفس النوع ده، لان عندنا ايه تانية بتقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. عشان انا عايز اجاوب على سؤال ليه ما ينفعش اعيد عليك، ومش هتكلم طبعا من ناحيه الدين بتاعنا لانك اساسا مش معترف بيه، فعايزين نتكلم بالمنطق شويه. كل مجموعه بشر على دين معين مقتنعين ان هم الصح والباقي غلط، الاقتناع ده بيترتب عليه ان هم بس اللي في الحياه الاخره هيكونوا فايزين والباقي خسرانين، مع اختلاف بقى شكل المكسب والخساره. لكن هو ده اساس اي ديانه، واللي يقول لك من المسلمين ان كله كسبان في الاخر قول له طب وانت مش مسيحي ليه دلوقتي ما دام كله كسبان؟ ولو حد مسيحي قال كله كسبان هنساله بشكل طبيعي وانت مش مسلم ليه؟ فمنطقيا كلنا متمسكين بديننا عشان عارفين ان مش كله كسبان. وهنا بقى السؤال، لو انت بتحب حد بجد حب حقيقي وعارف ومقتنع انه مش كسبان، هتروح تهيص له وتفرح له وهو بيفكرك انه مش كسبان؟ بص انا في زنقتك هتلاقيني اول واحد جنبك، احتجت حاجه وما لقيتنيش يبقى ليك الكلام يا عم، لان ديني كده بيأمرني اعاملك احسن معامله. هتلاقيني جنبك 365 يوم في السنه، بس لحد ما تيجي لحظه تحتفل بيها بانك بالنسبه لي مش كسبان. لو جيت انا هيصت جنبك وضحكت في وشك وهنيتك، تفتكر كده انا بحبك بجد ولا ده يعتبر نفاق؟ ما انا لما اشوف حد رايح في داهيه بين قوسين بالنسبه لي واقف ابارك له، ابقى حاجه من اتنين، يا مجنون يا مش شايف انه رايح في داهيه. ولو مش شايف انه رايح في داهيه، في حقيقي انت لازم تساله انت ليه مش مسيحي. من اكتر الاسئله اللي بتعجبني دلوقتي وبتدل ان ده انسان بيفكر لما الاقي حد مسلم بيقول وانا اعرف منين ان الاسلام هو الصح. واكتشفت ان ده من اكتر الاسئله المتكرره عند الشباب المسيحيين برضه، اعرف منين ان المسيحيه هي الصح. بس للاسف اللي بيسال بيبقى عايز رد سريع، مش متخيل ان اجابه سؤال زي ده ممكن تاخد منه سنين، لانك عشان تعرف اذا كانت حاجه معينه صح ولا غلط يبقى لازم تدرسها. اكيد مش هتصدق حد يعني بيقول لك يا عم هو الصح على ضمانتي خلاص ما تخافش. وده اللي نفسي يحصل دلوقتي من المسلمين والمسيحيين، ادرسوا دينكم يا جدعان. انا فاهم كويس جدا ان اصعب فكره ممكن عقل بشري يستوعبها ان كل معتقداته اللي اتربى عليها من ساعه ما اتولد ممكن تكون غلط. انا كمسيحي يطلع بعد كل ده مفيش صلب ولا فداء؟ والمسيحيين اللي على كوكب الارض دول كلهم ايه؟ لا يا عم انا مش هخش في السكه دي، وانا ما قلتش ان حد يخش في السكه دي. انا ما طلبتش من حد يدرس شبهات، ما طلبتش من حد يدرس مقارنه اديان. حبيبي ادرس دين واحد بس وابدا بالدين اللي لقيت نفسك عليه، بس هات اخره وافهم كويس انت معتقد ايه، وكل حاجه هتبان لوحدها. مش يمكن يكون خلاف الفطره السويه، الفطره اللي بتقول لا اله الا الله، اللي بتقول ان ربنا لا يمكن يكون ليه شريك في ملكه. اصل بالنسبه لي دايما النقطه دي بقف عندها كل ما احاول افهم المسيحيه. لو البشر فعلا مذنبين وعملوا بلاوي، هل ربنا محتاج فعلا انه يبعت ابنه او جزء منه عشان البشر يقتلوه عشان يخلصهم ويسامحهم؟ يعني السماح بيجي بعد ذنب اكبر؟ طب ما كان سامحهم على طول وخلاص. انا بجد عمري ما فهمت الجزئيه دي. اكيد ربنا قوي وغني مش محتاج لزوجه او ابن عشان يخلص البشر منه، ما هو ربنا اصلا، ومش ضعيف ولا فقير عشان يحصل فيه كده، حتى لو عشان البشر ما هو اللي خلقهم. لازم ادرس الدين من كل جوانبه بعباداته وبالتزاماته وبرجاله، فهستغرب حاجات فهسال وادور. فالاله الحقيقي لو لقى انك صادق في التعلم هيرشدك ليه. وباجماع الديانات كلها ده الغرض الاساسي من فترتك في الدنيا هنا، انك توصل للاله الحقيقي. فما تخليش حد يشغلك عن الغرض ده، خصوصا اللي بيضحك في وشك وبيقول لك كل سنه وانت طيب، عشان غالبا هو لسه ما وصلوش.